هاد البطريق ما كانش شالف، بالعكس هو لقى الحقيقة ديالو بعيد على كل شيء. كيقولوا بلي هاد الرحلة نحو الموت هي النتيجة ديال فقدان الشريك. في عالمهم ملي كيمشي رفيق العمر ما بقاش البقاء أي معنى. قبل ما يزيد خطوته الأولى في اتجاه الجبال اللي ما كتساليش، وقف ودار نظرة أخيرة، شاف المجموعة ديالو للمرة الأخرى، ماشي حيت خايف يغلط، ولكن حيت كان كيود عالم ما بقاش كينتمي ليه. هذيك النظرة هي الفرق بين الضياع والرحيل. هو عارف باللي تما كاين الموت، ولكن الموت وسط الصمت أهون عليه من الحياة وسط قطيع ما بقاش كيحس فيه بالوجود ديالو. على بعد أمتار كانت كاميرات فريق التصوير متبعة لحظة بلحظة بكل خوف من قسوة المشهد. القانون واضح وصارم، ممنوع تدخل في الطبيعة. فاش كتصور انت مجرد خيال، شاهد على المأساة ماشي بطل فيها. وربما هذا القانون هو أرحم حاجة داروها، حيث الحقيقة العلمية كتقول باللي واخا تهزو وتواجهو مع البحر وتغسلو وتوكلو وتدفيه، غير غتحطو غيعاود يدور وجهو ويتبع نفس السراب اللي كيناديه الجبال. هاد الظاهرة كتحير العلماء، حيث الحيوان مبرمج باش يعيش، ولكن هنا كنشوفو عطب في البرنامج، كنشوفو لحظة وعي قاسية. هاد البطريق اختار يكتب نهايته بيدو. في الاخر الطبيعة كتعلمنا باللي الوفاء يقدر يكون قاتل، وباللي حتى أصغر الكائنات كتحمل هموم كبر من الحجم ديالها. مشى البطريق وخلى سؤال واحد كيدور في بال كل واحد فينا: واش الهروب للجبال أحيانا هو الطريقة الوحيدة باش نلقاو راسنا؟